بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير كده وفي اسعد حال. صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا هنا مع بعض نعمل النهارده معانا الطعمية البيتي. معايا كيلو فول مدشوش. انا خدت منه يعني نص كوباية بس، يعني يعتبر ده كيلو فول مدشوش. غسلته كده ونقعته. معايا هنا حزمة كزبرة، ومعايا حزمة هنا كرات مصري اللي هو أساس الطعمية. كرات مصري. ومعانا هنا بصلاية كده مقطعاها كده رباعي كده. ومعانا هنا راس توم متقشرة هنا كده. تعالوا نقطع الخضرة على الفول. نعمل الطعمية في البيت أحسن من بره، وبرضو موفرة. يعني مش عشان الزيت غالي ما نعملش، لا نعمل كل حاجة في البيت. انا هقطعها كده تقطيع عشوائي كده لانها كده هنضربها في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع كده الخضرة معانا، مش عايزين نكتر خضرة عشان الخضرة هي اللي بتغمق الطعمية. دي حزمة كزبرة صغيرة كده معانا، ومعانا حزمة كرات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الزيت غالي بس الطعمية برضو جاهزة برا غالية. يعني التلات حبايات بجنيه، مش كمان اقراص، لا ده من اللي هي المدورة دي صغيرة خالص. التلاتة بالجنيه. فنعمل كل حاجة في البيت بتبقى موفرة برضو، وحاجة نظيفة، حاجة عاملاها انت عارفة غسل الحاجة ازاي، وحاجة نظيفة في بيتك. وربنا يا رب يجعل الخير في بيوتكم يا رب. وما تنسناش كده لو عجبتكم الطريقة بتاعتي كده في عمل الطعمية البيتي. ما تنسناش كده في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس كده، وكومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويقعد عليكم الأيام بخير. كده قطعت الخضرة اهي على الفول والبصل، ومعانا راس الثوم قطعناها وحطيناها على الخلطة بتاعتنا. كده هنقلب الفول كده مع بعضه. يعني الطعمية دي مش شرط يعني تبقى في رمضان بس، والله يعني هي بنعملها على طول، تبقى في البيت يعني. الحاجات دي بتبقى في البيت خير كده، وبتلاقي الحاجة تحت ايديكي يعني. احنا كنا بنعملها في المفرمة اللي هي اليدوية، بس بقى يعني انا اول مره اعملها في الكبه الصراحه، اول مره اعملها في الكبه، فان شاء الله هتبقى حلوه. هجرب الكبه معاكم كده واعملها في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده غسله ايديا طبعا، كده نضيفه وغسلها. هناخد شويه كده نحطهم في الكبه. طبعا مش هنكتر يعني في الكبه، هناخد شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا هنا نص كوبايه ميه كده، نص كوبايه ميه. هحط بس ايه شويه كده. انا مش عايزه اكتر بس على الكبه كده اما اشوفها عشان تضرب معانا كويس يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش حطيت نص كوبايه الميه كلها، انا حطيت بس ما يعني يعتبر شويه ميه صغيرين. ماشي. بسم الله ما شاء الله. كده هفتح الكبه وهنزل اللي في الجناب ده كله. كده هنزل اللي في الجناب ده كله كده عشان يتفرم معانا. نزلت اللي في الجناب كده، هشغلها تاني. هي الكبابة يعني عايزة افتح كل شوية وانزل اللي في الجناب كده عشان كله يتفرم مع بعض.
هضربها بقى كمان ضربة كده، عايزاها تبقى ناعمة معايا خالص. انا كده ضربتها اهو. انا احتاجت نص شويه الميه اللي باقيين من نص الكوبايه، وهنصفاها برضو معانا، لان هما شويه الميه دول اللي هنحتاجهم معانا، مش هنحط ميه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مصفى سلك ناعمه اهي، صفها كده معانا. بسم الله ما شاء الله. خضرتها كده لا هي زايده قوي ولا هي قليله قوي، عشان الخضره هي اللي بتغمق الطعميه معانا. يعني الميه اللي نازله منها اهي هي اللي هحطها برضو ايه، هنفرم بقى بقيه الطعميه كلها. صفتها كده معانا اهي، ما عادش فيها ميه خالص، ما عادش فيها ميه خالص معانا اهي. وبقى احطها في الطبق ده كده، واعمل بقيه الكميه بالطريقه دي كده. ودي الميه اللي هضرب بقى بقيه الطعميه. انا كده ضربت برضو الطعميه وبصفيها برضو، وده اللي طلع معانا منها اهو. يعني يعتبر مش ميه خالص، هو ده اللي بحطه كل دور. ما حطيتش ميه الا ان هي نص كوبايه اللي احنا خدناها. بنزله كده على الطعميه. بتتفرق معايا بكل سهوله. يعني ما خدتش الا هي نص كوبايه الميه بس، ما خدتش ميه تاني. بس هي بتاخد وقت شويه في الكبه، بس ان شاء الله يعني النتيجه بتاعتها كويس. هفتح برضو وانزل اللي في الجناب. كل مره بعمل كده، بنزل اللي في الجناب كده، لان هو ضروري ينزل معانا. يعني ضروري تنزليه كده بمعلقه ولا بحاجه كده عشان كله يتفرم مع بعض. وكده الطعميه خلصت معانا اهي، خلصتها ضرب معانا اهي. طريقتها كده جميله، بسم الله ما شاء الله، طريقه جميله اهي، هتبقى تحفه. عباها بقى في الاكياس. انا ما بحطش عليها بهارات ولا اي حاجه ولا ملح الا ساعه ما اجي اعملها. يعني بعملها كده من غير بهارات ولا حاجه، اما اجي اعملها بحط البهارات. بعد بقى على ساعات بقى على قد الكميه اللي انت عايزاها. ان عجبتكم الطريقه كده ما تنسوناش في اللايك. اهم حاجه اللايك يا حبايبي، هو اللي بيرفع الفيديو. وما تنسوناش كده في اللايك والاشتراك. بسم الله ما شاء الله. من كيلو فول عملنا كميه كبيره، وعمل معانا كميه كبيره تفضل معاكي فتره طويله معاكي في الثلاجه. مش شرط يعني عشان سحور رمضان بس، لا والله، يعني المفروض تبقى موجوده على طول. يعني دي من اساسيات البيت، الطعميه والفول دي من اساسيات البيت. هعبي بقى الكميه كده وارجع لكم تاني. كده عبيتهم بالطريقه دي اهي، وفردتهم كده عشان ما ياخدوش بس معايا مكان في الفريزر. وبتني الكيس كده، بخرج منه الهواء كده وبتني كده. بسم الله ما شاء الله. الكيلو الفول عمل معانا كميه 1 2 3 4 5 6 7 8. ولو عجبتكم الطريقه يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كده الكيلو عمل معانا الكميه دي كلها. الكميه معانا اهي، ومع العلبه ديت كمان نحطها في التلاجة من تحت نعمل منها. ودي شكل الطعميه معانا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.